لوحة الطفل الباكي. هنتكلم عن أغرب لعنة بدأت في شوارع مدريد سنة 1969. كان الرسام أماديو قاعد بيرسم في المرسم بتاعه، وفجأة سمع صوت طفل صغير بيعيط قريب من المرسم. ساب اللي في ايديه وراح ناحية الصوت، لقى طفل قاعد على الرصيف بيعيط وهدومه مقطعة. عشان يواسيه قرر انه يرسم له صورة، لكن الغريب ان الطفل فضل يعيط برضه. بدأ الطفل يزور الرسام كل يوم، والرسام كل مرة يرسم له صور كتير، لحد ما في يوم كاهن الكنيسة شاف الطفل عند الرسام وقرر انه يحذره من الطفل ده، لأنه تعرض لصدمة رهيبة وقت ما شاف والده محروق بالكامل في بيته، ومن ساعتها والطفل ده على طول بيعيط. صعب على الرسام أكتر لما سمع الكلام ده، وقرر انه يتبناه ويعيشوا مع بعض. الرسام وقتها راح ملجأ الأيتام اللي عايش فيه الطفل، وقبل ما يمشوا علقوا صورة الولد في الدار عشان بعدها بكام يوم دار الأيتام كله يولع ويتحرق بالكامل. لكن الرسام مربطش اللي حصل ده بالطفل أو باللوحة. ومرت الأيام ورسم الرسام فيها صور كتير جدا، وبدأت الصور تنول إعجاب كبير وحققوا ثروة كبيرة. لكن في يوم وهم راجعين من السفر الرسام لقى بيته والمرسم محروقين بالكامل. حياة الرسام اتدمرت حرفيا. وقتها من عصبيته اتهم الطفل ان هو السبب، والطفل رجع يعيط تاني وهرب منه، ومن ساعتها ما سمعش عنه حاجة. مع الوقت بدأت تنتشر أخبار عن بيوت كتير اتحرقت واحد ورا التاني ومن غير أي سبب واضح، لحد سنة 1976 انتشرت الأخبار في برشلونة عن حادثة رهيبة حصلت، انفجار عربية وتفحم كامل لجثة الشخص اللي كان سايق العربية دي، لدرجة انها كانت صعبة عليهم ان هم يتعرفوا عليه، وبصعوبة قدروا ان هم ينقذوا جزء صغير من رخصة السواقة، وبالبحث عنه طلع هو نفس الطفل، بس وقتها كان عنده 19 سنة. عشان نلاقي بعد فترة بسيطة انتشرت حوادث لحرائق غريبة في أماكن كتير في أنحاء أوروبا. وفي سنة 1985 نشروا رجال المطافي في صحيفة ذا صن عن وجود نسخ مش محروقة من لوحة الطفل الباكي كانت موجودة في عدد كبير من البيوت المحروقة، وإنهم كلهم كرجال مطافي ما بيسمحوش بدخول اللوحة دي في بيوتهم. ومن بعدها بدأت الناس اللي كانت عندها اللوحة دي يحرقوها بنفسهم. بس الموضوع ما وقفش لحد هنا. نفس الصحيفة دي قامت بنشر سلسلة من التحقيقات حوالين الناس اللي كانت عندهم اللوحة دي وتعرضوا لحرق بيوتهم، واللعنة انتشرت لحد ما وصلت حكايتها لليابان والبرازيل، لحد ما في سنة 2006 قرر مجموعة من الشباب الهولندي انهم يجمعوا كل نسخ لوحات الطفل الباكي ويحطوها على موقع الكتروني، وكان وقتها عددهم 28 لوحة. لكن مرة واحدة الموقع ده اختفى مع أصحابه في ظروف غامضة لحد دلوقتي. الأقاويل في الحكاية دي كترت، اللي يقولك الرسام أصلا ما تبناش الولد لأن يومها اتحرق مع الحريقة اللي حصلت في دار الأيتام وروحه سجنت اللوحة، واللي يقول لأ ده الرسام كان فاشل وعمل معاهدة مع الشيطان عشان يبيع لوحاته، والمقابل كان روح الناس اللي اشتروا اللوحة. ومع ان مفيش اثبات واحد يربط بين لوحة الطفل الباكي والكوارث والحرائق اللي حصلت، الا ان الحكاية دي ليها شعبية جامدة جدا لحد النهاردة، وكل اللي يشوف اللوحة دي يقول لعنة وحلت على صاحب اللوحة.